طريقة عمل الجلد الطبيعي شبيه الجرانيت أو الكراكليه الجاهز. بس يا جماعة ديت مادة احنا بندورها على ايدينا فبتوصل في النهاية زي ما انت شايف كده. أول حاجة يا جماعة دي الترابيزة اللي احنا هننفذ عليها الفيديو زي ما انت شايف كده، ده دهان قديم. أول خطوة بنبدأ بيها يا جماعة اللي احنا بنطلع بنزيل طبقة الدهان القديم بصنفرة رقم 150، وبعد كده بالمعجون الدوكو. ده معجون دوكو يا جماعة، معجون دوكو جاهز. بنطلع بنلقط لو في حاجة كده من متخبطة أو في حاجة متجرحة فبتطلع تلقطها، وبعد كده بتطلع تنعم المعجون بتاعك زي ما انت شايف كده، عشان طبقة الدهان القديم اللي احنا هنشتغل عليها بتبقى ايه، تبقى كده نضيفة. أول خطوة في التشطيب يا جماعة ركز معايا، ده دوكو اللي هو الدوكو الناري، يعني الدوكو عادي بيتحل بتنر زي ما انت شايف كده. الكيلو الدوكو بياخد كيلو تنر. الدوكو ده يا جماعة لونه لون البني، لون بني غامق زي ما انت شايف كده. هتركز معايا عشان الخطوات دي بتكمل بعض عشان توصل في النهاية للجلد الطبيعي اللي انت شفته في اول الفيديو. اول خطوة اللي هي مرحلة الدوكو الناري زي ما انت شايف كده. بعد ما انتهينا من الرش بتاع الدوكو زي ما انت شايف كده، اللي هي بقى دي مرحلة، اهم مرحلة اللي هي مرحلة التخريز، او اللي هي مرحلة العيون اللي احنا هنعملها دي يا جماعة، اللي هو السيلر البوليستر. يعني ده سيلر بوليستر اللي احنا بنقول عليه بليستر، ده المنشف او المصلب بتاعه. البليستر بيكون تقيل زي ما انت شايف كده. بتضيف مثلا كيلو البليستر بياخد غطا من غطاء المصلب، وبتقلب كويس وبتطلع بقى ايه. هتركز بقى معايا، المسدس المستخدم مسدس رش البليستر زي ما انت شايف كده. بتبعد ايدك عن الشغل وبتبتدي ان انت بترش، فبيخرج البليستر ده بيعمل حبوب على الشغل. ليه؟ لان البليستر بتاعك تقيل وانت مش بتقرب ايدك من الشغل قوي، بحيث ان اللي بيخرج من المسدس يتطاير كده يبدأ يوصل على الشغل زي نظام الحبوب زي ما انت شايف كده. طبعا دي واضح فيها ان البليستر خارج منها مخرز زي ما انت شايف كده. البليستر بيخرج مخرز، ده بيطلع يديلك ايه، شغل ايه، نظام الكراكليه كده. بس طبعا دي مش المرحلة النهائية، انت بتطلع تخرز بالمرحلة دي، بتخرز الشغل بتاعك بالبليستر. بيوصل بعد التخريز بيبقى زي ما انت شايف كده. طبعا الشغل بتاعنا كده لسه ما اتشطبش. بعد المرحلة دي، بعد ما انتهينا من التخريز بتاع البليستر، الشغل بتاعك بينشف. دي يا جماعة دوكو، اللي هو دوكو لونه ذهبي، تمام. بتخف الدوكو الذهبي ده وبتطلع بترش بتاعك فوق ايه، فوق البليستر. يعني اول خطوة رشينا الدوكو البني، بعد كده رشينا البليستر، بعد كده بنرش ايه، بنرش الذهبي بتاعنا. طبعا ايه، الخطوات دي بتكمل بعض. طب بعد كده ده يا جماعة تنر. بتجيب قطعة قماش كده بتبلها بالتنر، وبتبتدي ان انت بتمسح الذهبي اللي احنا رشناه يا جماعة. فبيبدأ تشوف ان الذهبي بيبقى في الغاطس، بس احنا بنمسح العالي. فبتبدأ تشوف البني من على العالي كده، والغاطس بيبقى في قلبه الذهبي. فبيدي لك نظام زي نظام الكراكليه او نظام الجرانيت. بس طبعا يا جماعة دوت شغل يدوي، وبيدي لك في النهاية افضل من الالوان الجاهزة اللي هي زي الكراكليه او الجرانيت. مش هتدي لك نفس الروح بتاع التشطيب ده. انت بتطلع بتمسح الشغل بتاعك كده، بتسلخه، بيبان ان الشغل بتاعك باين ان هو ايه، تحس ان هو نظام الجلد الطبيعي كده. اهم حاجة ان انت بتمسح بتنر، والمادة اللي انت بترشها تكون مادة نارية بتترش بتنر، يعني ما ينفعش تشتغل بلاكيه. فبيوصل في النهاية زي يا جماعة زي ما انت شايف كده. طبعا دي يا جماعة مش المرحلة النهائية، يعني ما ينفعش بعد ده يبقى كده الشغل متشطب. نفس الكلام كده، دي يا جماعة كان مرشوش ارضية احمر، تمام، بدل البني، ورشينا البليستر فوقه، ورشينا الذهبي فوق البليستر، وبنبتدي ان احنا بنسلخ. بيبان زي ما انت شايف كده يا جماعة مش المرحلة النهائية، يعني بعد مرحلة التسليخ دي احنا بنعمل مرحلة تانية. بس يا ريت يا جماعة لو بتتابعوني لأول مرة، اتمنى ان انتوا تدعموا الفيديو بلايك عشان يوصل لأكتر حد ممكن. ولو أول مرة تتابعني ممكن تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد الانتهاء من مرحلة التسليخ انت بتشطب الشغل بتاعك باللمعة المناسبة اللي انت محتاجها، فبيوصل زي ما انت شايف كده. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.